مبسوطين؟ يعني انتوا مبسوطين؟ انتوا كاتحاد كوره مبسوطين؟ انتوا اتحاد كوره فاشل فعلا، يعني حقيقي بجد، مش بظلم حد والله في كلمه زي كده، بس اتحاد كوره فاشل فعلا. يعني انت مبسوط ان انت النادي الاهلي ينسحب من الدوري؟ انت كده حلو يعني مرتاح؟ يعني لما انت تطلع البيان بتاعك ان انت بتقول ان احنا ادينا او اسندنا مهمة التحكيم لحكام مصريين، وهو يبقى مبلغك ورابطة الأندية مبلغاك المفروض إن متوشة الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز بتلعب بحكام أجانب، واحنا بسم الله ما شاء الله الحكام بتاعتنا المصريين زي الزفت، زي الزفت، متنفعش تحكيم مصري خالص. يعني ده كويس؟ طب الأهلي النهاردة انسحب من الماتش، والمفروض إن الخطيب قال إن هو هينسحب من الدوري، ده كده كويس؟ ده انتوا مبسوطين؟ الناس اللي بتقول الاهلي هرب وانسحب من الماتش عشان خايف من الزمالك وكده، لا يا حبيبي، هو ولا خايف من الزمالك ولا هرب. هو بكل بساطة ان انت زي ما بتقول ان انت بتتظلم، لا احنا اللي بنتظلم مش انت. انتوا بسم الله ما شاء الله الاحتواء عامل شغل عالي، الاحتواء من سنين معاكم. انتوا الحكام كانت بتشوف ضربات الجزاء كده للفرق التانية للخصم وما لا ارى لا اسمع لا اتكلم، لكن انتوا لو حد نفخ جنبكم كده ضربة جزاء طرد على طول. ايه يا جماعة؟ ايه؟ فين الاهلي وفين حق الاهلي؟ فين؟ فين الاهلي اللي انتوا قاعدين تقولوا عليه نادي الدوله؟ فين نادي الدوله ده؟ مفيش نادي دوله، انتوا اللي نادي الدوله. هو الاهلي كده خرج خلاص بره المنافسه وبره الدوري خالص، والمفروض ان هو يعني هيبقى عليه غرامه 200,000. هي كده كده خربانه، هو الخطيب قالها كده كده خربانه. انا مش فاهم يعني ايه انت كاتحاد كوره بتطلع الدور التاني ده، المفروض بتطلع المطوشه بتاعته بتبقى فيه علم قبلها، وفي حاجات بتطلعها قبل الماتش ب5 ايام، بتقول له انت عندك ماتش كمان 5 ايام. بيطلع السحور، يعني القرعه بتاعت المطوشه طالعه السحور، يعني دي جديده في حد ذاتها، حاجه جديده جدا، مش معروفه قبل كده، دي جديده، جديده علينا احنا يعني كمصريين، محصلتش في تاريخها. وكمان لما يجي يقول لك احنا عايزين نلعب بحكام اجانب، لا انت المفروض تعرفنا قبلها ب15 يوم. حضرتك انت لسه ما كملتش اسبوع عشان تقول لي 15 يوم؟ 15 يوم ايه؟ 15 يوم ايه؟ احنا بجد يا جماعه الكره المصريه في ذمه الله ما عندناش كوره، احنا ما عندناش كوره، ومعنى اصح احنا ما عندناش اتحاد كوره، احنا ما عندناش حد يعني بيراعي ربنا وبيتقي الله في ذمه الله.